هلا، وصفتنا اليوم هي مرقة السمك أو مطبق سمك مثل ما تسموها أنتم بكيفكم. بالبداية لهاي الوصفة نحتاج سمك خشن حجم كبير، مقشر ومقطع ومغسول، رشة ملح وفلفل أسود وكركم، ونقليه بزيت غزير وحامي على الوجهين. يكون جاهز عندنا بهالشكل. نحضر البصل، الطماطم، المعجون، المبصرة، الخضرة، ونبلش. هنا الزيت اللي استخدمته أخذت كمية من زيت قلي السمك نفسه للوصفة. راح أضيف بصل وثوم مفروم ناعم وأحمسهم لحد ما يذبل ويتغير لونه. راح أضيف كرفس وكزبرة خضراء، فلفل حار، بصرة فقط مثقبتها وأحمس. راح أضيف كمية من النمبصرة المطحونة، كثروا النمبصرة بهاي الوصفة لأن هي تعطي الحموضة والطعم الطيب. وأحمس، راح أضيف ملعقة معجون وأحمس. طماطة هنا اختياري، ضفت طماطة مفرومة مقشرة ومفرومة ناعم. مقدار الملح، وراح أضيف مي مغلي ولا تكثرون. أرجع قطع السمك وأنص النار وأغطي الجدر وأتركه لحد ما يثخن. الثخن انتم تتحكمون به. هنا راح أسوي تمن بزل بالزعفران، سلكت التمن بالمنكهات. وآخر شي من يتهدى راح أضيف على الوجه زعفران. وما أحكي لكم الريحة تجيب التايه. هذا التبسي صار جاهز، ضروري تجربوه، كلش طيب، تقدرون تاكلوه ويا الخبز.